السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا رجعت معكم فيديو اخر اللي غادي نحضر معكم فيه كلاص. صراحه كيجي المذاق ديالو خيالي غزال تبارك الله، كنتمنى تجربوه. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا عندي تما هاد العلبه هذه بيضه، عندي فيها كريم شونتي اللي كنعملوها دبات مزيان تقريبا كتكون مجمده صافي. بالنسبه في هاد الاناء اللي غوز عندي فيه 2 كيسان د الحليب حتى هو كيكون بارد، ضفت له واحد الساشي د الكلاص د الفاني وصافي، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. غادي نحاول نطلعهم ولكن غير شويه، يعني يرجع كريمي صافي غادي نوقف صافي. من بعد غادي نضيف له هاد العلبه د الحليب نسلي. بعد ما كنضيفها له كنخلطوه مزيان كما كتشوفوا. بالنسبه انا لهاد الحليب نسلي هذا حضرته في المنزل، يعني كان عندي الحليب يعني نسلي يعني ماشي كراميل عادي، وانا طيبته حتى رجع لي كراميل كما كتشوفوا. بامكانكم تجيبوه يعني د الكراميل نيشان اولا تستعملوا ياخر اللي كان متوفر عندكم. بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الحلاوه بزاف يشريو ديك هولالا اللي كتجي ناقصه في الحلاوه، كتجي مسوسه صافي، ويضيفوا له يعني هاد المكونات هادو، يلا غادي تجي الحلاوه يعني معتدله صافي. كما شفتوا معايا خلطت المكونات مع بعضياتهم. دابا غادي ندوز نخلط ديك كريم شونتي، غادي نطلعها غير شويه كما غتشوفوا معايا، يعني ما خصكمش حتى ترجع مورينغ، يعني يلا يضاعف الحجم ديالها كتوقفوا وكنضيفوا الخليط على الخليط اخر كما غتشوفوا معايا صافي. هنا غادي نضيف ديك الخليط على هذا الخليط هذا صافي، وغادي نخلطو مزيان بهذا الخليط الكهربائي، ولكن ما نطلعوهاش مزيان، يعني خصها تبقى كريميه باش كيجي لنا ديك الكلاص رطاب وكيجي لنا مزيان صافي. هنا غادي نرجع لهاد اللوز هذا اللي عدلته، عملت واحد المقله عملت فيها واحد كاس ونص سكر، خليتها حتى ترجع كراميل. من بعد ضفت له 250 غرام د اللوز اللي هو بعد اللوز صافي، خليتها حركت المكونات مزيان حتى تلبس ديك اللوز بديك السكر، وعملتهم في هاد الورق الزبده وخليتهم حتى يبردوا صافي. من بعد هنايا كما كتشوفوا هرمشته شويه، خلطوه بالهاشوار اولا بامكانكم تهرسوه غير بالمدلك صافي. خصو النص يعني تطحن مزيان والنص يبقى مهرمش صافي. هنا غادي نضيف الخليط على بعضياته كما كتشوفوا. غادي ندخل هاد اللوز في هاد الكلاص، صراحه كيجي غزال وكيجي بحجم عائلي تبارك الله، كيخرج كميه يعني مزيونه، وحتى في المذاق كيجي كيحمر. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في كومونتير. كما كتشوفوا معايا انا هنايا كنحرك وكنوقف، يعني ما خصنيش ديك الكريمه تطلع لي بزاف باش يجي يعني الكلاص ديالنا مزيان كما كتشوفوا معايا. من بعد ما خلطته مزيان خليته جانبا، هنا جبت هذا السيركل هذا اللي غادي نغلفوه ببابي سلوفان كما كتشوفوا. غادي نعمل يعني المره الاولى، وغادي نزيد نضربلو باش ما يخرجليش الحشوه منه كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا اللي كنعدل له انا يعني السلوفان هو اللي غادي يجي في القاع صافي. هنا كنجبد هذا السلوفان مزيان باش ما يجيوليش ديك الشراطي في الكلاص، خصني يجي يعني مسرح مزيان صافي. هنا غادي نضرب له كما كتشوفوا معايا صافي. من بعد ما غلفته مزيان كما كتشوفوا عملته على هذا الاطار هذا اللي غادي ندخلو المجمد فيه صافي. هنا عملت واحد الكميه د الكلاص كما كتشوفوا، وعندي هنا هاد المعلقه كنحاول نضغط يعني باش ما يجيوش الفراغات ما بين، يعني في الكلاص ما يجيوش ديك الفقاعات، يبقى الفراغ ملي يتجمد صافي. عملت الكميه الاولى وكنضربها كما كتشوفوا مع سطح العمل باش يعني تساوى لي في القاع صافي. هنا غادي نزيد الكميه اللي بقات لي، من بعد غادي نسرحوه بواحد المعلقه كما كتشوفوا. كنسرح له هيدا الوجه ديالو مزيان كما عاد تشوفوا معايا صافي. ملي غادي نسالي غادي نغلفوا الوجه ديالو عاوتاني بابي سلوفان باش ما تشبرناش الريحه يعني كتكون في الفريكو صافي. وغادي نخليوه
ابتداء من 5 ساعات الفوق. انا هنا يعني بيدتو صافي. هنا من بعد ما يعني ما جبدتو كما كتشوفوا غادي نقلبوا في هاد التبصيل هذا، وغادي نزينو بالديسير. يعني بامكانكم نتوما تقدموه يعني غير هكذاك، انا بغيت يعني نزينو هكذا بالديسير كما عاد تشوفوا معايا. والتزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري. انا هنا غادي نزينو بشويه ديال الكراميل وشويه ديك اللوز اللي نقص في الاول، يعني ديك اللوز اللي حضرت به هاد الكلاص خليت واحد الطريفات هو اللي زينت بهم وقدمته مع الديسير. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله.